بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس سنسميه قيمة وفكرة. قيمة وفكرة. القيمة تتمثل في قيمة العدل، والفكرة كيف نتمثل هذه القيمة عمليا. باختصار، ما لا يدرك كله لا يترك جله. الإنسان في حاجة ماسة إلى قيمة العدل، يعني الدنيا كلها في جميع مجالات الحياة نحتاج إلى قيمة العدل، تكون داخل الأسرة، تكون في أروقة القضاء، تكون في السوق، تكون في المعاملات، في العقود، في التصرفات. قيمة العدل قيمة أساسية، لذلك قال ربنا في سورة النحل الآية 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل. وربنا يناد في آية أخرى يناد: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويناد في آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قيمة العدل تكررت في القرآن مرات ومرات عديدة. مثل ضوال ربي يتمثل أتفض قيمة العدل ثلا حاضرة، ولكن السؤال المطروح: ما قيمة الحياة في غياب قيمة العدل؟ لا شيء. خاطر لاش العدل يكون الظلم، الطبيعة تأبى الفراغ، يا إما أذيل العدل يا إما ذيل الباطل. أنزوير كان سيت واشود ثامشطوح ثواشود إمولان أمشي تعاملن الدريا تسير تزرنك مدن باللي يا ربي وصاد الدريا في مولان، واللي تسقسي يقول لك يا ربي وصل الأولاد على الوالدين. يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، طاعة الوالدين مطلوبة. وربنا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر الآية. معناه الكلمة يجي أولا جين أف ولا قردي فرس جيمي بقشيش نثاق شيش سي مولان أف. لو كان استني ثيمات إيليس خدمي ديون الشغل استني أف عيغ الزاي. ومن باب أولى أي النظام ممنوع من باب أولى. ولكن أيضا تيار بلي ربي ناد: يوصيكم الله في أولادكم. ربي توصيكم في الدريان ما تفضي مولان سمحت لي مولان ما إلا يونس تفكم يونس تكسم يونس تحملم ويضا تشرهم ما يون حمليث ويضا كرهيث وثيق بلا ربي ما يون نفكاياس ويضا نكساس وثيق بلا ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمد يسايون وصحفين ياسد فكاغ إمي الفلانية الواحد الشهدور السيف كهيبة دوناسية عطية إناس ما فكاغ وراوي شوية إناس خاطئ إناس يشهد على ذلك غيري فأنا لا أشهد على جور. إناس يكون الشهد غارة شهد أو وايضا يشهد يكون الشهد غارة خاطر وقيد الجور وقيد الباطل. في غاديني غيتمثل أطاس يقلان بوهورا داخل نتواشلت السبة إمي قيمة العدل ولا شيت، يعني تخلفت قيمة العدل. هذا يؤدي حتما إلى وقوع مشاكل وصناعة أزمات على مستوى الأسرة، على مستوى السوق ذي السواق أيضا ما يلولاش العدل هذه الباطل، على مستوى العقود والتصرفات اللي يديرها الإنسان مهما كانت هذه العقود والتصرفات. تخلف العدل تحقق الباطل. ولكن الآن السؤال المطروح: كيف؟ دقي جوار هذه الفكرة أمش ربي سبحانه إجا ثمثال تاقين كوني. هذه الآيات جاء بيانها بطريقة كلية تحتاج إلى بحث في الصيغ الإجرائية التنفيذية لتمثل قيمة العدل عمليا وفي جميع ميادين الحياة. ربي سبحانه يجي غتين كوني أدقار والث ذا شو يفغن في اللون أمكر ثوضمر قيمة العدل. وإذا قلنا نصيغ كثيرة جدا، إذن
قلت السؤال المطروح: كيف نتمثل هذه القيمة عمليا؟ نتمثلها باستخدام العقول. العقل نستخدمه في البحث في كيفية تمثل هذه القيمة الواردة في النقل. زرم أبو حامد الغزالي ثلاثي عفربي شو دينا يناد العلاقة يقلان ير النقل والعقل، يعني ير الوحي أكذ العقل إنا كامل العلاقة يقلان ير يزري أكتفاث، يزري أكتفاث، يعني باش أنموالي يعقل إلى قسم الشروط، إلى قد لي يزري ألم إلى قشرت ويسين تري ثفاث الشعاع الضوء نغمولاش ما يولاش يون الشرط ونزمير أنا وضع الحقيقة والحقائق المعنوية النظام إلى قسم سين الأمور النقل اللي هو الوحي والعقل. العقل ذلة اغدفك ربي وهي نعمة، والعقل إذا نساري ينادين في الصيغ والمجال مفتوح مادام قلنا هذه الآيات ورد بيانها بشكل كلي. أذكر مثل على مستوى الأسرة، مثلا أمغارنا ثمغارت بغانا ذفكن الهبات للدوناسيون يوراو نسم ذا شو قدرون ديال الواقع لنا يتسيلي الباطل، ماشي يتسيلي الباطل، إما أن نفكيو قشيش أن نكسيت قشيش نعطيو للطفل وما نعطيوش للطفلة، هذا ظلم. لماذا؟ لأن العلاقة بين الأبناء والوالدين علاقة واحدة، رتبة واحدة، مقام مشترك. مادام تساوي المقام يؤدي إلى التسوية والعدل في العطية إلى فكذوة فكسوة. نساء العوايد في كل العوايد ساعات السلطان، العرف له سلطان على يعني حياة الناس. أكيد أخويا تعرفيف ودو في غارة ساكني قشيش باش تفتح قشيش الزرير الأمر صعب ماشي دايري سهل أنا، وأنا أحدثكم وأذكركم بل أذكر نفسي أولا ليس بالأمر الهين باش الإنسان يغير العرف القائم، هذا أمر صعب، ولكن لا بد من القياس بميزان الشريعة. أن الشرع يناد النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن يشقى ربي خذ مثل عذل يرد ريانون ما فكذيوة فكاسيثة فكذيثة فكاسيوة يرنا ذي العدل ماشي من الريتاج ذي المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. أقشيش ما يبي مثلا 100 مليون فقشيش تساوي 50 مليون النصف. ما فكري وقشيش مثلا 10 يقطر بكال فقشيش تتصحن 5. ما فكراس مثلا 20 زمرين يوقشيش فقشيش 10. وكذي الميراث باش الخلظارة يرسم ربي ناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا الميراث ماذا الهبة خاطئ هثان نفقند طريقة العدل ذي العطية ميم المعاملة الأدبية المعاملة المعنوية إلا قد تحمل الغواص حمل الطعام ماشي ولا تحمل ولا تسبع ضد كرهض ولا شد يضرى شو يضرى سيدنا يوسف ثم شوسي حكى سيد ربي ذي القرآن لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. بديت قصة يوسف يا وقتاش تنتهي الله أعلم الشيخ أنت اللي قلتني بدأ قصة يوسف. قال لك فيه واحد النكتة واحد بغى ما ياكلش طعام يعني قالوا له حكي لنا قصة موسى. بدا مسكين يحكي قصة موسى هما كلاو طعام القصة هذه كاع كلاوها كلخولو غدوة من ذاك قبل ما تجي القصة قالوا له احكي لنا قصة يوسف. ابدا يوسف كذا صار كذا وراح شاف القصة جات قال لهم لقاوها خلاص وفهمت يعني ثورا كاين بعض الآيات
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا إلى آخر الآيات. أي غادي يوغ الآية ثاقي باش هذا نزر آمك سيدنا يعقوب يحمل يوسف وكذي كماس أكثر بياض. النتيجة يرثي السمين يقزل قولا ونسم السمين مجمع الدرياوات مثلا ناناس يوسفاقي يحملي ثباباس أكذي كماس أكثر النار يلا خدم ثاسين ضرا المضرة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثقي صيغة من صيغ تمثل قيمة العدل عمليا نكملها في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.